طيب لو انت داخل في مجال التصوير جديد وعايز كاميرا تبدا بيها ومش عارف هتصور ايه تحديدا، طب ده انا دلوقتي لو انا اشتريت الكاميرا دي ونزلت الوقت عشان اصور، طب هصور ايه ولا هعمل ايه؟ والكاميرا دي انا لسه شاريها مثلا، هشغلها ازاي؟ الكاميرا دي اصلا بتشتغل ازاي؟ وهل الموضوع محتاج حد مصور محترف عشان يعرف يصور بالكاميرا، ولا اي حد هيصور بالكاميرا عادي ولا ايه؟ وطبعا عشان اشتري كاميرا زي دي، كاميرا زي دي هتبقى غاليه، هتعمل 9000 جنيه ولا 10000 جنيه، يا ترى المبلغ ده هعرف المه ولا ايه اللي بيدور؟ طبعا كل اللي بيخش مجال التصوير جديد بيفكر بالشكل ده، محدش بيفكر خالص الكاميرا بتصور ازاي ولا الكلام ده كله. بصوا يا جماعه، الكاميرا دي اسمها دي 5200 من نيكون. الكاميرا دي كسر زيرو، بتعمل حوالي 10000 جنيه. طبعا الكاميرا دي من مميزاتها ان هي بتصور ب 24 ميجا بكسل، ودي حاجه عاليه جدا 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 في الكاميرات. تمام، طبعا بتصور ب 39 نقطه فوكس، يعني عايز اقول لك بالعدسه اللي معاها دي هتصور وتطلع تصوير شغال، تصوير جميل جدا جدا ايا كان بقى. هتصور سيشن، هتصور حفلات، هتصور مثلا اصحابك، هتصور في الشارع، هتصور مناسبات، هتصور افراح، ايا كانت الحاجه اللي انت هتصورها، فالعدسه دي تقدر تصور معاك. وتقدر كمان لو انت عايز عدسه احسن تغير العدسه دي وتجيب عدسه اعلى منها. تمام، الكاميرا دي بتصور فيديو وبتصور صور، بتصور في الصور بصيغه 24 ميجا بكسل 39 نقطه فوكس بخمس اطارات في الثانيه. بالنسبه للفيديو بتصور بصيغه 1920، يعني لو انت رايح فرع عايز تصور فيديو او عايز تصور صور هتلاقي الكاميرا معاك بتشتغل في الاثنين. طب لو انا دلوقتي اشتريت الكاميرا دي ازاي اشغلها؟ بصوا يا جماعه، انا كذا مره قلت وبطلع في فيديوهاتي الكاميرات دي فيها حاجه اسمها وضع اوتوماتيك. دي البقره دي اللي تقدر تتحكم في الوضع الاوتوماتيك على الاخضر ده. تمام كده الكاميرا شغاله على وضع اوتوماتيك، يعني انا فتحت الكاميرا وصورت صوره هتلاقي كل اللي عليك ان الكاميرا مهيئه لك وظابطه لك كل حاجه وعامله لك كل حاجه. انت ما عليك بس غير انت هتضغط على الزر بتاع التصوير وخلاص على كده. لان انا هضغط على الزر ضغطه طويله هيصور معايا الصوره، هتبص في الصوره هتلاقي الصوره معاك مظبوطه. تقدر بعد كده تتعلم يعني ايه وضع المانوال عن طريق اليوتيوب او عن طريق اي حد زي حالاتي ممكن يعلمك. الموضوع بيبقى سهل مش صعب، حاجه اسمها مثلث تعريض، حاجات بتبقى سهله بعد كده انت تتعلمها. لكن لو انت اشتريت الكاميرا وعايز تشتغل بيها على طول مفيش حاجه هتقدر تمنعك، هتقدر تنزل تشتغل بيها. وطبعا لو انت في فريح منك مثلا زي ما انا قلت قبل كده، لو في فريح منك جنب منك نادي، لو في جنب منك كافيه حد بيسهر عليه، لو في جنب منك مثلا قاعه مؤتمرات، قاعه افراح، مكان جنب منك الناس بتتجمع فيه، لو انت مثلا في جنب منك مثلا ممشى، لو انت في جنب منك كورنيش، لو انت في جنب منك اي حاجه بيتجمع فيها ناس كتير، تقدر هتاخد الكاميرا وتنزل وهتصور. اقل صوره النهارده بتتصور ب 15 جنيه، يعني لو انت صورت 50 صوره بس، مش هقول لك 200 صوره ولا 300 صوره، 50 صوره بس في 15 جنيه، احسب انت هتلاقي مبلغ كويس جدا. يعني حق الكاميرا ده انت ممكن تلمه في اول 4 شهور بس، بعد كده المكسب ليك. تمام، الكاميرات دي شغلها حلو جدا، تقدر تصور بيها منتجات، وتقدر تصور بيها اشخاص، تقدر تصور بيها طبيعه، تقدر تصور بيها اي حاجه انت محتاج تصورها واي حاجه محتاج تتصور. تمام، في ناس بتبقى عامله عيد ميلاد بتحتاج حد يصور اولادها، بتروح لهم البيت وتصور، بتتفق على مبلغ، كل حاجه ممكن تصورها بالكاميرا. الكاميرا بتصور فيديو، بتصور صور، فلو انت رايح فرح وحابب ان انت تصور فيديو برضو الكاميرا هتصور معاك. وهنطلع قبل كده ان شاء الله بعد كده في فيديوهات نجرب الكاميرا دي مع بعض ونشوف تصويرها مع بعض، وافهمك ازاي ان انت تصور على الوضع الاوتوماتيك بتاع الكاميرا بكل سهوله. طبعا انا مقدم فيديوهات قبل كده كتير ازاي تصور لو انت داخل المجال جديد واول مره تمسك كاميرا ازاي تصور، وشرح الفيديوهات دي كذا مره عندي على اليوتيوب. بس برضه هنزل فيديو تاني لان ناس كتير تاني بقت تخش وتسالني، وطبعا الفيديو قدم في القناه، فان شاء الله رب العالمين هنزل لكم فيديو تاني بالقناه دي وانا بصور بيها واعرفكم ازاي تصور بيها. لو انت معاك حتى اي كاميرا مش لازم الكاميرا دي، لو اي كاميرا وحابب ان انت تصور بيها على الوضع الاوتوماتيك بكل سهوله هعلمك ان شاء الله. تابع القناه بتاعتنا عشان تستفاد بكل جديد. انا اسمي نادر علي، بقدم محتوى عن الكاميرات والعدسات والفلاشات وعن التصوير بشكل عام، فلو انت مهتم بالمجال اعمل متابعه للقناه علشان يوصلك كل جديد.